وترهب التيارات السلفية. كتب الخوري في تغريدة له: هل الشيعة من خان فلسطين؟ هل الشيعة من دمروا ليبيا ويقتلون أهل ليبيا سنة؟ هل الانتحاريين الذين يفجرون أجسادهم بالعراق والسعودية والكويت شيعة؟ هل من يحرق الأقصى شيعة؟ هل الشيعة من دمروا الصومال؟ هل الطائرات الأمريكية التي قصفت بغداد طارت من مطارات الشيعة؟ هل تفجيرات سيناء يقوم بها شيعة؟ هل القاعدة وداعش وجبهة النصرة شيعة؟ لم نرى عملية انتحارية في الصهاينة، لكننا نراها بين أهلنا وشعوبنا. هل القرضاوي من أئمة الشيعة؟ أليس هو من حلل كل محرم؟ هنيئا للصهاينة بنا، حولوا بندقياتنا باتجاه آخر، وهم يبنون كل يوم مستوطنة ويضحكون. رأينا السعودي والليبي والتونسي ينتحر ويفجر بكل الدول المسلمة إلا فلسطين. لماذا يا ترى؟ هل حزب الله يمنعهم؟ لماذا لم يتحرك المارد السني أيام الشاه؟ وكان الشاه شيعيا لكن الكل كان يطيع الشاه. تلومون حزب الله على عدم تحرير فلسطين وهو عبارة عن حزب ومجموعة أشخاص، ولا تلومون دولا وحكومات تطلب الرضا من اليهود سرا وعلانية. بكل الأحوال لي رأيي ولكم رأيكم، وعندما ينفذ خليجي عملية استشهادية بفلسطين سأغير رأيي. عندما أرى علم داعش والقاعدة يرفرف فوق الكنيسة الصهيوني وتغلق الدول العربية سفارات الصهاينة سأتأكد أنني كنت على خطأ. سؤالي: من دمر اليمن وقتل أطفالها ودمر بنيانها وسوريا والعراق وليبيا وغيرها من الدول، ومن نشر الإرهاب وداعش وتم الدعم بالمال العربي المسلم لقتل أخوه المسلم العربي، ومن وضع يده مع اليهود الصهاينة لقتل العربي المسلم؟ ألم يكن حكام الدول وشعوبها العربية ليدمروا بعضها البعض؟